هاد الوصفه نقدر نقول لك باللي راح ديري بها حاله في رمضان. مملحات كريسبي بلا عجين وبلا تكسر الراس، تحضروه في الدقيقه 90. جربوا لي الوصفه، شوفوا لي شحال شابه. مملحات بريستيج روعه. ديري طابلتك بالحق ديال الكوزينه. يلا هنا عندي حبه تاع بصل مع نص دجاج نقلوهم من قبل. من بعدها ثاني عندي علبه تاع الشامبينيون والتوابل راح يكونوا مكتوبين اسفل الفيديو. قلوا كلش. في الاخر ثاني هنا ضفت كميه من الفرماج وكميه ثانيه من الزيتون ايفيلي مع كاس كريم فريش غاليه زوج، ونطفوا ونخلوا الحشو تاعنا يبرد. وهذا هو الحشو اللي راح يجيكم بزاف بنين. اما بالنسبه لخبز التورتيه من لا مارك تورتي نقدر نقول لكم بكل صدق ومصداقيه وتعرفوني كي نهضر هضره ما نهضرهاش هضره برك، لانه خبز التورتيه تاعنا افضل واروع منتوج متوفر الان ولا حاليا في السوق. ونتحداكم تلقوا خبز ما خير منه. هذا الخبز تاعنا شريت لمها اليوم، جاي بدون ملونات وايضا بدون زيت النخيل، يجي رقيق ويجي رطب وديروا به كاع واش بغيتوا. وهنا كيما شفتوني كنت قسمت ورقه على 2، حشيتها بالفرماج والحشو وبلعناها الى مثلثات. اول حاجه نحطوه في الفرينه، ثاني شيء نحطوه في البيض، وثالث حاجه والاخيره اللي هي الشابليغ. نرمدهم مليح في الشابليغ. بالنسبه اللي يبغوا يدسوهم ولا يجمدوهم كيما راهم هكا، يغطوهم بالبابي فيلم ويجمدوهم وقت اللي يسحقوا يجبدوهم. اما انا فكنت قليتهم في زيت حامي وغزير كيما راكم تشوفوا على جهه زوج حتى وين يتحمروا ويتقرمشوا معنا. وهذو هما المملحات تاعنا اللي كانوا مملحات رائعين اكسبريس بدون عجين. ورمضان يجمعنا مع تورتيليشنز.